قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وكالعادة بشكركم على تفاعلكم في الفيديوهات اللي فاتت، وده الموسم الأول كامل من حكاية وانج. ولو انت شفت الأجزاء اللي فاتت فالجزء الجديد
I'll be here for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? My strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I'll look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life. Whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? كده ما تعتبرش موهبة خاصة. وانج بيجيله فضول ويشوف مؤهلاته. النظام بيقول له انت ما عندكش موهبة اصلا، لكن بما انك الملك الخاص بتاعي نقدر نقول انك عبقري جدا. وانج بيقول له طب وبالنسبة للي النظام بيقول له عشان تكتشف موهبته لازم تدفع 100 نقطة. وانج بيقول يعني عشان اعرف موهبة الغبي ده ادفع 100 نقطة، وفعلا بيدفعهم وهو زعلان. النظام بعدها بيقول له تم تصنيف موهبته من بين افضل المواهب. وبنشوف وانج وهو باصص للي باستغراب وبيقول للنظام حتى ده يمكن تصنيفه من اعلى المواهب. النظام بيقول له ايوه، لان التلميذ لي بيمتلك جسد سلحفاة شوانلينج الخالد لكن لسه ما تفاعلش. وانج بيقول له هو ايه جسد سلحفاة تشانلينج؟ النظام بيقول له الجسد ده بيكون اعلى بنية جسدية خاصة في العالم، وليها قدرتين اساسيتين، الدفاع المطلق والعمر المطلق. وطالما هو مش بيأذي نفسه حتى لو كانت دي نهاية العالم، هو هيكون مرتاح بسبب دفاعه وعمره الطويل. وانج بيكون مصدوم من اللي سمعه وبيقول لنفسه العجل ليه ده عنده الجسد المرعب ده؟ بعدين بيسأل النظام ايه هي طريقة تنشيط جسد السلحفاة الخالدة الخاصة بليه. النظام بيقول له عن طريق الضرب. وانج بيستغرب وبيقول له يعني ايه؟ النظام بيقول له الجسد ده بيحتاج تدفق مستمر من الضربات الخارجية، وعن طريق تحفيز خطوط الطول في جسده هيؤدي لتنشيطه. وانج بيكون فرحان وبيقول انا كنت مفكره هيحتاج لكنز اسطوري، لكن لو على الضرب امره سهل، وطالما ليه بينضرب لحد الموت فهيكون بخير بسبب جسده. وفجأة بتظهر رياح شديدة وبيظهر إعصار من الكوخ. ليه بيسأل وانج وبيقول له ايه ده؟ وانج بيقول له ما تخافش كله تمام. وبيسأل النظام وبيقول له ايه السبب؟ النظام بيقول له ان التلميذة ياو على وشك الوصول لعالم الجنرال الغامض، وان الاعصار ده علامة على ترقيتها. وانج ما كانش متوقع ان يه هيعالج ياو بالسرعة دي وكمان يساعدها على الاختراق. بعدها وانج بيشرح ليه وبيقول له اللي حصل. ليه وقتها بيكون غيران جدا وبيقول الاخت الصغرى انضمت بعدي واخترقت لمستوى اعلى، لكن انا لسه بدون صقل. لو الموضوع ده استمر انا هفقد مكانتي كاخ اكبر. وانج بيقول له مفيش داعي للحزن، بكره انا هدربك وهتكون مسألة وقت وهتتفوق عليها طالما تقدر تستحمل التدريب اللي انا هدربه لك. ليه بيشكره جدا وبيقول له ما تقلقش انا اقدر اتحمل المستحيل. وانج بيقول له انا هستنى اختراقك لعالم الجنرال الغامض في المستقبل. وعلى قمة جبل قريب بيظهر ضوء لونه احمر، وبيظهر شخص باصص للاعصار اللي سببه اختراق ياو، وبيضحك ضحكة غريبة وبيقول أنا ما كنتش متوقع إني هنام لمئات السنين.
وبمجرد ما اصحى هلاقي وجبة زي دي اتغدى عليها. مجرد ساقل في عالم الجنرال هيكون شرف ليه أن يصبح غذاء هذا الشيطان. وبمجرد ما بيتحرك وبيتوجه لمكان الطائفة بيدمر الجبل اللي كان واقف عليه. وبنرجع لمقر الطائفة وبتخرج ياو والشيخ يي من الكوخ، وبتظهر رسالة من النظام بتقول لوانج مبروك دخول تلميذة المضيف لعالم الجنرال الغامض، تم منح 1000 نقطة كمكافأة على الإنجاز ده. وانج بيمدحها وبيقول قد إيه هي عبقرية، وإن هو لولا النظام ده كانت البنت دي عدت مستواه في الصقل. وبتروح ياو ناحية وانج وبتشكره جدا. وانج بيقول لها إنها لازم تتبع تعليمات الشيخ يي كويس لو عايزة تزيد في مستوى الصقل. وفجأة بيظهر الشيطان اللي كان على قمة الجبل وبيقول أنا كنت متوقع إن هلاقي شخص واحد هنا، لكن اتضح إن في شوية حشرات كمان موجودة. وانج بيقول للنظام قم بالتحقق من هذا الرجل. النظام بيقول له للتحقق من مستوى صقله هيكلفك 10 نقاط، وللكشف عن أصله بالكامل هيكلفك 100 نقطة. وانج بيقول له أنفق 100 نقطة لمعرفة تاريخه بالكامل. وانج بيقول لنفسه أنا حسيت بضغط شديد من الراجل ده، هيكون كويس أعرف عنه كل حاجة. النظام بيقول له الشخص ده هو الشيطان العظيم اللي دمر إمبراطورية الشمس المجيدة من آلاف السنين، واسمه شوان، وإن في الوقت ده مرحلة صقله وصلت لقمة عالم الإمبراطور، ولكن بعد ما اتهزم تم ختمه من إمبراطور مملكة الشمس، وفي الوقت ده كسر الختم، لكن صقله رجع لقمة عالم النبلاء فقط. وانج بيقول الحمد لله إنه مش في كامل قوته وإلا كان قتلنا كلنا. وبعدين بنشوف ليه وهو كالعادة بيتفشخر بوانج وبقد إيه هو قوي، وبيقول له أنت فاكر نفسك مين؟ أنت مفكر إنك هتسيء للطائفة الخالدة وتخرج منها عادي؟ ده شيخ الطائفة هيقتلك وهيرميك في مكان بعيد محدش هيلاقيك فيه. شوان بيقول له التهريج ده وايه الطائفة الخالدة دي؟ انا اول مرة اسمع بالاسم ده، وبالنسبة ليك يا عجل انت زهقت من حياتك عشان تكلمني بالاسلوب ده ولا ايه؟ ياو بتهدي ليه وبتقول له ان هالة الشخص ده مش اقل من هالة المعلمين وصقله في عالم النبلاء على اقل تقدير. شوان بيقول البنت دي عندها عيون مميزة عشان اتعرفت على مدى قوتي. ليه بيقول لها ايه يعني لو كانت قوته في عالم النبلاء؟ انت ما تعرفيش مدى قوة زعيم الطائفة، ده يقدر يخترق لعالم الامبراطور في 3 سنين بس، وقتل الشيطان ده مسألة سهلة جدا. ليه بيكمل كلامه وبيقول له يا حشرة يا حقيرة، التجرؤ على دخول مقر الطائفة الخالدة يعني انك بتتمنى الموت. وانج بيقول لنفسه انا فهمت ليه الغبي ده بيمتلك جسد السلحفاة الخالدة. وانج بعدها بيقول لي ايه قم بايقافه واحرص على عدم عودته، وبيقول للنظام استخدم فرصة الاستدعاء. وانج بيؤمر يي انه يهتم بالشيطان ده ويوقفه عند حده. شوان بيقول له هو انت شيخ الطائفة الخالدة اللي العجل ده اتكلم عنها؟ انا عايز اشوف هتقتلني ازاي زي ما قال. وبتبدأ المعركة ما بينهم، وبينجح شوان انه يمسك الشيخ يي بمخلب الشيطان. ياو لما بتشوف اللي حصل بتقول لوانج ارجوك انقذه. وانج بيقول لها انت قللت من شأن معلمك كتير، وازاي مخلب الشيطان ده يقدر يمسك الشيخ يي؟ وفعلا يي بيتحرر منها وبيوقع شوان على الارض وبيجرح ايده. ليه لما بيشوف الشيطان انجرح بيقول له انت عشان تخسر القتال بتحاول تهرب، انت مش كنت عمال تتكبر من شويه؟ شوان بيتعصب من كلام ليه وبيقول له انا هعرفك مين الاقوى دلوقتي. وبنشوف وانج وهو بيضرب ليه وبيقول له يا زعيم انت عملت كده ليه؟ وانج بيقول له كان في بعوضة على وشك، وطبعا كلنا عارفين السبب. وانج بيقول لنفسه هو الغبي ده معانا ولا علينا؟ شوان بيقول ليه انت اول شخص قوي اقابله بعد كسر الختم، وعشان اظهر احترامي ليك هقتلك بايديا. وبيهجم على يي والارض حواليهم بتتكسر. وانج والباقي بيستخبوا جوه الكوخ اللي بيكون صامت بطريقه غريبه، والوادي بره بيتحول باكمله لارض جرداء قاحله. شوان بيقول لنفسه هو بيمتلك قوه كويسه، لكن لو رفعت قوتي اكتر هقتله، وقتها العجوز هيعرف ان كسرت الخيط. بعدها بيقول لي احنا قتالنا خلص النهارده، ولما استعيد قوتي كامله هرجع واقتلك. يي بيقول له انت مش هتقدر تمشي من هنا. شوان بيقول له انا بعترف فعلا بقوتك، لكن انت مش هتقدر تمنعني اني امشي. يي بيقول له مش انا اللي همنعك رغم طلب قائد الطائفه مني. وفجاه بنشوف الدنيا بتبدا تمطر تلج، وبيظهر شخص اسمه سايمون الثلجي وبيكون عدو يي الابدي. شوان بيقول له انا بعاني بالفعل مع واحد، ودلوقتي بيظهر واحد تاني. شوان بيقول احسن حل الهرب، لكن سايمون بيحرك ايده وبمجرد ما بيعمل كده بيصيب شوان وبيوقعه على الارض، وبيكون السبب هو استعمال سايمون لسيف غير ظاهر. وبعدها وانج بيفتح لوحة خصائص سايمون وبيكون مستواه في منتصف عالم الامبراطور. وانج بيكون مستغرب ازاي سايمون اقوى من يي. النظام بيقول له ان سايمون تدرب على فن المبارزة بعد المعركة الاخيرة في المدينة المحرمة، وفي الوقت ده مهاراته وصلت لمستوى اعلى. وانج بيفرح وبيقول لنفسه ان اسياد العالم الامبراطوري هم الافضل في مملكة يوري، ودلوقتي الطائفة بقى بتمتلك خبير في عالم الامبراطور. بعدها يي بيقول لسايمون ما كنتش متوقع ان احنا هنتقابل بعد معركة المدينة المحرمة. سايمون بيقول له بعد ما توصل لعالم الامبراطور هنعيد المبارزة. وبعدها بيروح سايمون وبيحيي وانج وبيقول له انا اسف على التأخير. شوان لما بيشوف اللي بيحصل بيقول لو كنت بواجه يي لوحده كنت هقدر اهرب، حتى كمان لو سايمون انضم كان هيبقى فيه فرصة بسيطة، لكن لو سيد الطائفة الغامض ده انضم فانا هموت. وبيقول طالما هموت النهارده فهقتل الواد التنح ده على الاقل. وبيهجم على ليه لكن يي بينقذه. وبنشوف سايمون وهو بيسأل وانج يعمل ايه في شوان. وانج بيقول لشوان عندك خيارين، الاول تسلم الفلوس اللي معاك وتنضم للطائفة، والتاني هستخدمك كسماد للنبات بتاع الطائفة. شوان بيقول له
تقدر تقتلني لكن ما تقدرش تهني. لي بيقول لسيد الطائفة نفذ عليه الخيار التاني وانا هدفن جثته بنفسي وازرع النباتات بنفسي. وانج بعدها بيقول له انا عارف انك متكبر ومغرور، وايه رأيك تنضم لينا لمدة عام واحد، ولو ما عجبكش الوضع تقدر تمشي بعدها. شوان بينحني وبيقدم له الفلوس اللي معاه، وبعد ما وانج بياخد الفلوس بتظهر رسالة من النظام بتقول له مبروك قبول الشيطان شوان كتلميذ، بيحصل المضيف على 10,000 نقطة وفرصة استدعاء. وانج بيفرح وبيقول ما كنتش متوقع ان تجنيده هيديني مكافأة كبيرة كده، اعتقد ان انا هيتعين عليا اجند ناس اقوياء في المستقبل. وبعدها وانج بيقول لهم احنا هنقف بره كتير تعالوا لجوه. ياو بتقول له احنا هنروح فين؟ بيقول لها انا هاخدكم للمقر الحقيقي للطائفة الخالدة. ياو بتقول انا كنت متأكدة ان مقر الطائفة لا يمكن يكون قمة القش دي. شوان بيقول لنفسه انا اكيد استفزيت طائفة مخفية قديمة، ولما اشوف مقرهم هعرف هم اي نوع من الطوائف. وبيخشوا كلهم لكوخ القش وبيكونوا واقفين بالعافية عشان المكان ضيق. وانج بيطلع رمز غريب وبيفتح باب ضخم لعالم سري. شوان بينصدم وبيقول اي نوع من الطوائف بتكون الطائفة الخالدة دي، ده مقرها الحقيقي في عالم سري، ايه مدى رعبها عشان تخلي مقرها في عالم سري. وبنعرف من شوان ان العوالم السرية نادرة في قارة شوان لان، وان اللي يقدر يفتح عالم سري لازم يكون في قمة عالم الملك شوان، وان الطائفة الغامضة احتلت عالم سري، فبكده يعني ان عندها ميراث شخص قوي من عالم الملك. شوان بيقول انا لو قدرت احط ايدي على الميراث ده هكون لا اقهر. لما بيخشوا الكل بينبهر من اللي بيشوفوه. بعدها وانج بيقول لهم كل واحد منكم يختار غرفة من الغرف العلوية يعيش فيها، وبعد ما كل واحد يختار مكان تقدروا تتجولوا في المكان بحرية، لكن ممنوع تدخلوا المناطق المحظورة. الكل بيقول له تمام يا ريس. وانج بيخش القاعة الرئيسية وبيقعد على كرسي رئيس الطائفة، وبيقول انا عايز في يوم من الايام كل الكراسي دي تتملى بناس في عالم الملك شوان. وبعدين بيقول للنظام استخدم فرصة الاستدعاء، وبتظهر رسالة بتقول له مبروك للمضيف استدعاء ياو يو سيد القصر ياهو. وانج بيفرح وبيقول المرة دي قدرت استدعي أجمل واحدة في العالم، وبيفتح لوحة الخصائص بتاعتها وبتكون في عالم شوان هوانج. ليه بيقول تستحق تكون رقم 1 لأنها قوية جدا، ولما بتظهر وانج بيقول ده الجمال الأكثر روعة في العالم، وبتروح تحيي وانج. وانج بيقول لها مفيش داعي لكده احنا هنفضل مع بعض. ولما بتقعد على الكرسي بتحاول المكان اللي حواليها الجليد. وانج من شدة البرد بيقول لها خلاص روح انتي ولما هحتاجك هبقى اقولك، وبتقول له تمام وبتمشي. وبنشوف شوان وهو بيتجول في الطائفة وبيقول الموضوع غريب، مش الطائفة دي طائفة مخفية من العصور القديمة، ليه مش شاف ناس أقوياء جدا؟ هي ممكن تكون طائفة أي كلام ولا إيه؟ بيخبط باب غرفة برجله ورجله بتتجمد، وبيكون فتح غرفة ياو يو وبتقول له لو حاولت تتعدى على منطقتي تاني هقتلك. شوان بيخاف جدا وبيقول لو كملت بالطريقة اللي أنا كنت بدور بيها دي هموت أكيد، لكنه بيكون فرحان عشان شاف واحدة جميلة جدا. وتاني يوم بنشوف ياو وهي واقفة قدام أوضة لي، ولما بيفتح الباب بيقول لها عايزة ايه؟ بتقول له اسفة وبتضربه جامد وبيقع على الأرض. وياو بتقول لنفسها سيد الطائفة مكدبش، وليه بيتمتع فعلا بجسد قوي، وانا استخدمت 10% من قوتي لكنه بخير. ليه بيقول لها انت ليه عملتي كده؟ بتقول له عشان مصلحتك. ليه بيقول لها انت ضربتيني، من الواضح كده انك عايزة تخلصي مني. بتقول له ان سيد الطائفة امرني بالقتال معاك طالما اني مش هقتلك، لانه قال انك بتمتلك بنية جسدية خاصة. ليه بيقول بنية خاصة ايه؟ هو انا اسأت الوانج عشان يعمل فيها كده؟ ياو بتقول له انت فعلا بتمتلك بنية خاصة. ليه بيقول لها طب لو كان كده فعلا ليه مش عارف ابدا تدريب ولسه فاني؟ ياو بتقول له لانها لسه ما اتفعلتش. بيقول لها هو فرحان ازاي فعلها. بتقول له بالضرب. تضربه تاني وبتكمل على الحال ده. ونشوف وانج بيكون بيتمشى بره وفجأة بيسمع حد بيقول له النجدة يا زعيم. لينج شياو وبالتحديد طائفة لينجيون، وبنشوف زعيم الطائفة واسمه تشين وحواليه مجموعة من الشيوخ عاملين اجتماع لمناقشة تجمع ختم الشيطان لأنه على وشك البدء. وواحد فيهم بيقول السيد الشاب للطائفة مش هيقدر يخترق للعالم الغامض في أي وقت قريب، والمرة دي الطائفة للأسف مش هتكون ضمن قائمة الطوائف المشاركة في تجمع ختم الشيطان. الزعيم بيقول لهم الحدث ده مهم جدا ولازم على طائفتنا تشارك بأي طريقة ممكنة، وإن تجمع ختم الشياطين بيرتبط بإمكانية دخول أكاديمية يوري ولا يمكن لطائفتنا تفوته أبدا. الشخص التاني ده بيكمل كلامه وبيقول إن المرة دي الإمبراطور أصدر قرار إن تجمع ختم الشياطين لا يمكن إجراؤه إلا عن طريق الأجيال الشابة، وإن جيل الشباب في طائفتنا للأسف أقوى واحد فيهم في عالم الروح المتوسطة، فإزاي هنقدر ننافس مع بقية الطوائف التانية؟ وبيقعدوا كلهم ساكتين وبيفكروا هيعملوا إيه. ومرة واحدة واحد فيهم بيقول هو في حاجة غريبة حصلت في ضواحي سلسلة جبال شينجياو في الكام يوم اللي فاتوا. الشيخ التاني بيرد عليه وبيقول تم القضاء على عائلة لينج بواسطة لين ابن المركيز، والسيدة الشابة ياو هربت للضواحي دي وكان السيد الشاب يطاردها ولسه مفيش حد عارف ايه اللي حصل. قائد الطائفة بيقول عائلة لينج متورطة مع كبار المسؤولين في امبراطورية يوري، وده امر ما نقدرش نتدخل فيه.
دي بمثابة وباء ومش لازم نتورط معاها بأي شكل من الأشكال. كبير الشيخ بيرد وبيقول في حاجة غريبة حصلت، وهي إن في وادي صغير حوالين سلاسل الجبال كان فيه هالة قوية لاختراق شخص للعالم العميق. وفقا لأقوال التلاميذ إن الهالة دي ظهرت من وقت قريب. قائد الطائفة بيقول له إحنا ممكن نسمح للعبقري الغريب ده ينضم للمشاركة في تجمع ختم الشياطين بدل تلاميذنا علشان نقدر نفوز بمكان للطائفة بتاعتنا. الكل بيبدأ يمدح زعيم الطائفة على الفكرة دي، لكن كبير الشيوخ بيقول له طب لو كان تلميذ لواحدة من الطوائف الكبيرة هنعمل ايه؟ بيقول له لو كان تلميذ لطائفة كبيرة سيبوه، ولو لطائفة صغيرة قم بتدمير طائفته وهاته وانضم لينا واهتم بالموضوع ده انت بنفسك. بيقول له امرك يا كبير. وبنرجع لوانج اللي بنشوفه بيستبدل 1000 نقطة طائفة ل10 مرات سحب، وبيبدأ النظام يقول له مبروك اكتسبت 10% من قوات كل شيوخ الطائفة وبعض تقنياتهم كمان. وانج بيفرح وبيقول للنظام ضيفهم كلهم ليا، وقوته بعدها بتزيد بشكل مهول وبيقعد يجرب التقنيات اللي خدها وبيتعلمهم كلهم. وبنروح لبره كوخ الطائفة وبنشوف زعيم شيوخ طائفة لينجيون وهو في الوادي وبيروح يقف قدام كوخ القش، ولما بيشوف اسم الطائفة الخالدة عليه بيقول انا طائفة لينجيون الخاصة بيا اكبر طائفة في سلاسل جبال شينجياو، وما بتجرؤش انها تستخدم كلمة خالدة في اسمها. ازاي مجرد طائفة زي دي تعمل كده؟ وفجأة بيخرج شعاع احمر من جوه الكوخ نتيجة استخدام شوان مهارة مخلب الشيطان، وبيصيب كبير الشيوخ وبيخبطه في صخرة عملاقة. بيقول له انت ازاي تجرؤ تعمل كده؟ انت متعرفش انا مين ولا ايه؟ انت هتعاني كتير نتيجة اللي انت عملته ده. وانج بيقول له ايه طائفة لينجيون دي؟ انا ما سمعتش عنها قبل كده. المهم بقى قول لي انت ليه اهنت طائفة الخالدة؟ الراجل بيستغرب وبيقول لنفسه ازاي طائفة صغيرة ومقرها كوخ قش يبقى عندها خبراء اقوياء كده، وان الخبراء اللي في عالم الدخول هم بس اللي يقدروا يصيبوني الاصابات دي. وانج بيقول لشوان خليه يتكلم ويقول السبب بطريقتك. شوان بيستخدم مهارة مخلب الشيطان وبيقول له انت ازاي تكلم زعيم الطائفة كده؟ اتكلم عدل، ده لو ما كنتش عايز الصخرة دي تكون مقبرتك. الراجل بيقول له حاضر وبيقول لهم انا اسمي تشيو الشيخ الاكبر في طائفة لينجيون اكبر طائفة في سلاسل جبال شينج، وانا هنا علشان اتحقق من الهالة العميقة اللي ظهرت في الوادي. وانج بيقول له انت ليه بتدور على الشخص صاحب الهالة دي؟ تشيو بيحكي له كل حاجة عن تجمع الشياطين وإن طائفته لو ما عندهاش خبير في العالم العميق هتكون غير مؤهلة للانضمام، وإنه جه هنا عشان يبحث عن تلاميذ موهوبين. وانج بيقول له إيه تجمع الشياطين ده؟ تشيو بيقول له أنت ما تعرفش عنه إزاي؟ وبيقول لنفسه طبيعي طائفة صغيرة ووقحة زي دي ما تبقاش عارفة حاجة عن تجمع الشياطين. شوان بيخبطه في الصخرة تاني وبيقول له جاوب على قد السؤال. تشيو بيقول له التجمع ده اتعمل لقمع الشيطان شوانسا اللي دمر إمبراطورية يوري من 1000 سنة مضت، وإنه حدث كبير بيتعمل كل عقد في الإمبراطورية، ولأنه بسبب الشيطان المرعب ده وحتى بعد ختمه طاقته الشيطانية النقية لسه بتتسرب، والأماكن اللي حوالين مكان ختمه اتلوثت بطاقته. عشان كده الإمبراطور يوري نظم كل الطوائف القوية داخل الإمبراطورية لقتل الوحوش اللي اتلوثت بطاقته ولإضعاف الشيطان. وسبب بحثنا عن تلاميذ إن الإمبراطور أصدر مرسوم إن اللي هيشارك هم الجيل الأصغر. وانج بيقول له أنت أكيد على كده نظرك ضعيف. تشيو بيقول له تقصد إيه؟ شوان بيرد وبيقول له تجمع ختم الشياطين ده بيتعمل علشاني. وهنا تشيو بيفهم وبيقول له هو خايف هو انت؟ شوان بيقول له ايوه انا الشيطان العظيم شوانسا. وانج بيقول لنفسه ان شخص يخلي الامبراطور يعمل اجتماع لختم الشياطين كل عقد ده يعد انجاز كبير، وانا بعتقد ان شوان مش بالسهوله اللي باين عليها. وانج بيسال شوان وبيقول له انت ازاي قدرت تهرب من ختم الامبراطور يوري؟ شوان بيقول له على مر السنين اخترعت تقنيه للانقسام، وان الشخص اللي ختمه الامبراطور كان مجرد نسخه. وانج بيسال تشيو ايه هي قائمه ختم الشياطين؟ بيقول له دي قائمه بتسجل عدد الوحوش الشيطانيه اللي الشخص بيقتلها خلال المؤتمر. وانج بيفكر وبيقول ان منافسه الختم ممكن تساعدني الاقي تلاميذ لاتمام مهمه النظام. بعديها وانج بيسال تشيو فاضل قد ايه على موعد التجمع؟ تشيو بيقول له اقل من شهر. بعدها بيقول له يا صاحب السعاده انا قلت لك كل اللي انت عايزه واقدر امشي دلوقتي. وانج بيقول له انت كنت هتعمل ايه لو لقيت الشخص اللي كنت بتدور عليه؟ بيقول له هاخده الطائفه. وانج بيقول له وبعد ما تاخده الطائفه؟ بيقول له هدمر الطائفه بتاعته لو كانت طائفه صغيره. وانج لما بيسمع كلامه بيأمر شوان انه يقتله. مجرد ما بيقتله بتظهر رساله من النظام بتقول لوانج مبروك الحصول على 500 نقطه لان التلميذ شوان قتل ساقل في مرحله الدخول. شوان بيقول له ايه رايك يا زعيم تزور طائفه لينجيون؟ وانج بيقول له تمام. وبنروح للعاصمه وبالتحديد قصر المركيز تشان لينج، والمركيز بيسال الشيخ فانج وبيقول له ابن لين ما رجعش ليه؟ ده خد وقت طويل قوي لقتل عائله لينج، ابعت تطمن عليه كده. وهنا الشيخ بيشوف بطاقه الحياه بتاعته وبتكون الصدمه. الشيخ بيقول له ابنك مات يا حاج. المركيز بيغضب جدا وبيقتله، وبنشوف قائد الحرس وهو ماشي في المدينه وبيتاكد ان كل حاجه ماشيه تمام. وفجاه بيشوف المركيز ومعاه الجيش بتاعه. بيروح وبيقول له مركز لين انت عارف ان تحريك جيش تشانلينج من غير امر من الامبراطور جريمه لا تغتفر. بيقول له انا عارف اني خنت ثقه جلالته لكن ابني الوحيد اتقتل في سلاسل جبال تشينج، وانا بمجرد ما هنتقم من اللي عمل كده هركع قدام جلالته وهطلب المغفره. قائد الحرس بيقول له انا هضطر امنعك.
لكن بيسمع صوت الامبراطور بيقول له سيبه يمشي، موت ابنه خلاه يتجنن، وعلى الرغم من انها جريمه انا متفهم الموضوع، ولما يرجع نبقى نتحاسب. كورو جدا وبيقول له بمجرد ما انتقم من اللي قتل ابني هقبل باي عقوبه. وبنروح لوانج هو وياويو اللي بيروحوا لطائفه لينجيون، وبيشوفوا شخص بينضرب وبيقول لسيدي الشاب بتوصل للمغفره. وانج بيقول ان السيد الشاب لطائفه لينجيون شرير ومستبد. وفجأة بتظهر رسالة من النظام بتقول له تم اكتشاف عبقري منقطع النظير. وانج بيقول للنظام والنبي ما تقول ان هو ده. النظام بيقول له العبقري هو الشخص ده، وبيظهر له صورة الخادم اللي كان بينضرب. وانج بيقول له هو لو عبقري ازاي ممكن يتعرض للتنمر بالشكل ده. وانج بيفكر ان هو ممكن يكون عنده بنية جسدية خاصة زي ليه مثلا. وانج بعدها بيقول لها توقفي. بتقول له انت مين يا وقيت انت تستاهل بوسة مني. ايوه دي طلعت بنت. وانج بيأمر ياويو تهتم بأمرها. العبيد اللي معاها بينبهروا بجمال ياويو وبيهجموا عليها وبيقولوا لها انت هتموتي لانك اسأتي للسيدة الشابة بجمالك ده. وانج بيقول لنفسه حتى انا ما اقدرش اقول كده ليها. ياويو بمجرد ما بتلمسهم بتحولهم لقطع تلج. السيدة الشابة بتقول لها انت ازاي قتلتي عبيدي. ياو بتقول لها انت هتحصليهم، لكن الخادم اللي كانت بتضربه بينقذها. ياويو بتقول له انت هتسيبها بعد ما اهانتك، لكنه ما بيردش، وبيمسك السيدة الشابة من رقبتها وبيقول لها انا كنت هسيبك عايشة لبكره بس هقتلك دلوقتي، لان لو سبت حد تاني يقتلك هكون ندمان جدا. وبيكسر رقبتها وبيقتلها. بعديها وانج بيسأل النظام وبيقول له ليه تيام موهبة منقطعة النظير. النظام بيقول له لتفقد أصله هيكلفك 1000 نقطة. وانج بيقول له هو زعلان هات أصله. النظام بيقول له إن اسمه الحقيقي هو لي شينج، وكان أقوى رجل في قمة عالم الإمبراطور، وبعد ما مات روحه اندمجت مع كنز وتنسخت من جديد. وانج بيسأل النظام وبيقول له إن شخص في عالم الإمبراطور يقدر يدمر مملكة لوحده، ليه شخص كانت عنده القوة دي ساكت على التنمر. النظام بيقول له هو كان بيحاول يخفي سر التناسخ بتاعه، وإن أي حد كان بيتنمر عليه ما كانوش بيلاقوه أصلا تاني يوم. وانج بعدها بيسأل النظام على مستوى صقله. النظام بيقول له انه مر عام على التناسخ بتاعه وهو دلوقتي في مرحلة الدخول، وامكانياته زادت عشان يندمج مع كنز روحي. وانج بيقول اكيد شخص زي ده لازم يلقب بالعبقري. وانج بعدها بيقول لتيان انت دلوقتي قتلت السيدة الشابة للطائفة والمكان ده ما عادش امن ليك، ايه رأيك تنضم للطائفة بتاعتي وانا هضمن مستقبلك. الواد بيقول له انت فاكر نفسك مين. وانج بيرد بكل فشخرة وبيقول له لاني عارف اصلك يا لي شينج. الواد بيتصدم وبيقول لنفسه مفيش اي خبير في العالم السيادي في طائفة لينجيون او في جبل شينجياو باكمله، ولكن خبير زي ده ظهر وهو تابع للشخص ده. وبيقول لوانج موافق، لكن قبل ما يمشوا بيظهر شخص وبيقول لهم من اتجرأ يقتل بنت الحبيبه. وبيقول لياويو انت اكيد واحده من اللي قتلوا بنتي. بتقول له ايوه، وكل اللي موجودين بيكونوا مبهورين من جمالها. وانج بيقول له انت عايز حياه مقابل حياه. بيقول له ايوه، وبيقول لياويو طالما هتتجوزيني هعدي الموضوع. وانج بيقول لياو طالما هو بيتمنى الموت حققه له. قائد الطائفه بيقول لها لو قدرت تستحملي ضربه مني هعدي الموضوع. وبيقول لها طالما ما جاوبتيش هعتبرك موافقه. وبيستخدم مهاره قبضه لينجيون وبيظهر مكانها حمام من الدم. الكل بيمدح الزعيم وقد ايه هو قوي، وهو بيقول لهم دي اقل حاجه عندي تعوض موت ابني. ولكن بعد ما تاثير المهاره بيخلص واحد بيقول له يا زعيم اللي مات واحد من الطائفه بتاعتنا. بيقول له مستحيل ازاي. ياو بتقول له انا واجهت ضربتك ودلوقتي جه دورك، وبتهجم عليه وبتقتله باسهم جليد في كل جسمه. كل الموجودين لما بيشوفوا اللي حصل بينصدموا لان الزعيم كان في قمه المرحله الابتدائيه. وانج بعدها بيقول لهم انا زعيم العشيره الخالده بعلن حل عشيره لينجيون، ومن النهارده ما عادش في وجود لطائفه بالاسم ده. وبيمشي هو وياو. شيخ من الطائفة بيقول أخيرا مشي، هو مفكر إنه قد الكلام اللي قاله ده ولا إيه؟ وبما إن الزعيم والنائب بتاعه ماتوا فلازم نختار زعيم جديد. بيرد الراجل ده عليه وبيقول له ما أعتقدش إن الطائفة هيكون ليها زعيم جديد. بيقول له أنت بتقول إيه يا باي؟ باي بيقول له طالما مفيش طائفة هنختار زعيم ليه؟ وبيكون السبب اللي خلاه يقول كده هو هطول قطع جليد عملاقة نتيجة مهارة من مهارات ياو على الطائفة تمحي الطائفة من الوجود. وفي وسط الدمار ده بيسمعوا شخص بيقول أين تشين فينج؟ بيفكر وانج رجع تاني لكن بيظهر ماركيز تشان لينج وبيقول له هو أنت تشين فينج؟ بيقول له لأ زعيم الطائفة مات. فبيعرفه بنفسه وبيقول له انا الماركيز من امبراطورية يوري، انت تعرف مين قتل ابني لين؟ الراجل بيتصدم لما بيعرف ان في شخص تجرأ وقتل ابن الماركيز. وبيقول له ايوه انا اعرف مين. بيقول له الشخص اللي قتل ابنك هو نفس الشخص اللي دمر عشيرة لينجيون. فالماركيز بيقول له مين هو؟ بيقول له الشخص ده اعلن نفسه زعيم طائفة الخلود السماوي. وبنرجع لمقر طائفة الخلود وبيكون شوان قاعد بره، ولما بيشوف وانج وياو راجعين بيقول لوانج مبروك يا زعيم الطائفة على تدمير طائفة لينجيون والعودة منتصرا. وبيكون معاهم تيان اللي لما بيشوف اسم الطائفة بيقول انا في حياتي السابقة رغم اني كنت في قمة مرحلة الامبراطور الا اني ما اتجرأتش اسمي الطائفة بتاعتي بالاسم ده. وبيقول لوانج انا بضيع وقتي معاك. شوان لما بيسمعه بيتكلم كده
بيقول له اتكلم مع الزعيم كويس. وانج بيرد عليه وبيقول له حتى لو كنت قوي زمان وفي عالم الامبراطور فانت دلوقتي في المرحله الابتدائيه فقط. شوان لما بيسمع عن قوته بيتصدم. وانج بيقول له ما تستعجلش وهعرف اجابتك بعد ما تدخل مقر الطائفه. وبيأمر شوان انه يحرس كوخ القش. ولما الواد بيخش جوه بيقول على الرغم من مدى قوتي زمان الا انني ما قدرتش اصنع عالم مصغر بالحجم ده. ولما بيخشوا لغرفه رئيس الطائفه وانج بيقول له انا مش مهتم بالكنز بتاعك، انا بس عايزك تنضم لينا. تيان بيقول له ولو رفضت. وانج بيستدعي الشيوخ كلهم وبيقول لهم فلتأخذوا مقاعدكم. تيان بيقول له انت مفكر كده انك هتهددني؟ وانج بيقول له لا، انا بوريك بس قوه الطائفه. تيان بيقول له حتى مع وجود الثلاث خبراء دول انا اقدر اهرب بسهوله باستخدام ورقه الرابحه. وفجاه بيشعروا بطاقه كبيره وبنعرف انه الشيخ الرابع وبيكون شيطان السيف واسمه يان، وبيكون تدريبه في قمه مستوى السياده الشامله وبيروح يحيي وانج. تيان بيقول له مش عيب لما تكون الزعيم وتكون لسه في المرحله الاولى من السياده الشامله والتابع بتاعك اقوى منك. يان بيغضب وبيكون هيقتل تيان، لكن وانج بيمنعه وبيقول لتيان الوصول للمستوى ده امر سهل بالنسبه لي واقدر اوصل ليه وقت ما انا عايز. وبيبص على نقاط الطائفه وبيلاقي معاه 40,000 نقطه. وانج بيقول للنظام استخدم 1000 نقطه للسحب 10 مرات. النظام بيقول له مبروك الحصول على 10% من زراعه يان وياويو. بيقول للنظام ضيف لي ال 10% من زراعه يان. وبيوصل لقمه مرحله السياده العميقه. الواد بينصدم وبيقول يا اما كان بيخفي قوته او وصل ليها فعلا دلوقتي. وانج بيقول له دلوقتي اقتنعت. الواد بيقول له لا، حتى لو دلوقتي هواجه 4 خبراء في عالم السياده فانا مش هستسلم. وانج بيقول له انت نسيت تحسب واحد وهو الكبير تيان بيقول له بس ده في عالم النبلاء. وانج بيقول له مش لوقت طويل، هوريك دلوقتي التقنيه السريه للطائفه الخالده وهي تقنيه المسافه. الواد بيقول له حتى وانا كنت في قمه قوتي استحاله اقدر اعمل اللي انت بتقول عليه. وانج بيقول له مش معنى انك ما تقدرش يبقى انا كمان لا. وبيقول للنظام ضيف ال 10% الباقيين ليه. وفعلا قوته بتزداد لبدايه مرحله السياده العميقه. الواد بينصدم من اللي بيشوفه. وانج بيقول له ايه رايك دلوقتي؟ انا اقدر اساعدك توصل بسهوله لقوتك تاني. تيان بيقول له انا هنضم ل10 سنين بس. وانج بيقول له موافق وبياخد منه رسوم الدخول. بتجيله كالعاده رساله من النظام مبروك تجنيد عبقري، حصلت على 30,000 نقطه طائفه وفرصه استدعاء. وانج بيقول لنفسه كان يستحق التعب ده كله لتجنيده. وبنروح لجبال شينجو وبنشوف شخص ماسك بطنه علشان جعان وبيكون اسمه مو. وبيظهر وراه دب عملاق جدا وبيقول انا كل ما بجوع الاكل بيرمي نفسه قدامي والدب بيهجم عليه. الواد بيجهز عشان يستخدم سيفه ويقتل الدب، لكنه بيتفاجئ ان السما فوقيه بقت سودا. وبيقول اكيد ده مش ذنب الدب، دي امطار من السهام والسهام بتنزل على الدب وبتخترق كل جسمه. واللي بيكونوا استخدموا السهام دي هم جيش الماركيز تشان لينج. الماركيز بيبص على الدب اللي كله سهام في جسمه وفجأة الدب بيترفع من على الارض وبيكون مو لسه حي، والسبب هو انه استخدم الدب كدرع ليه. كائن الكلين المرافق للماركيز بيهجم عليه بهجمة نارية، لكن مو بيحرك سيفه وبيصدها وبيكون في سيفه مخلب دب وبيقول للماركيز شكرا علشان شويت الاكل بتاعي. الماركيز بيتدخل بنفسه وبيقول له اعتبرها مكافأة ليك وبيهجم عليه بتقنية محطم الجماجم. مو بيستخدم تقنية السيف السماوي عشان يواجه تقنية الماركيز، لكن الماركيز بيرجع مو لورا وبيحطم السيف بتاعه. الماركيز بيقول يا شيخ يون الشخص ده وصل لعالم النبالة في السن الصغير ده وظهر في سلسلة جبال شينجو، هو ده وانج قائد الطائفة الخالدة. الشيخ يون بيقول له حتى لو تحول وانج لتراب انا اقدر اتعرف عليه لكن ده مش هو. مو بيقول له انت كنت هتقتلني بقبضتك لانك اتعرفت على الشخص الغلط. وبيقول له انا مش وانج اللي انت عايزه، ليه ما تسيبنيش امشي؟ بيقول له انت صحيح مش الشخص اللي قتل ابني لكن ممكن تكون واحد من تلاميذه. مو لما بيسمع الكلام ده بيتفاجئ وبيقول ازاي في حد يتجرأ يقتل ابن الماركيز تشان لينج؟ الماركيز بيقول له قول لي انت جيت منين؟ الواد بيعمل اهبل. الماركيز بيقول له المنطقه دي قريبه من الامبراطوريات الثلاثه وطالما انت مش عايز تقول انت منين يبقى اكيد انت مش من امبراطوريه يوري. مو بيقول له بكل خوف انا ساقل من امبراطوريه شين وكنت بتدرب هنا. الماركيز بيقول له انت بتجرؤ على التدريب في امبراطوريه يوري؟ انت مش خايف تموت على ايد الساقلين الاقوياء للامبراطوريه؟ الواد بيضحك وبيقول له طالما تدريب يبقى اكيد في مخاطره. وبيجي واحد من الجنود وبيقول احنا رصدنا مكان وجود الطائفه الخالده على بعد 50 ميل من هنا. الماركيز بيقول لهم اربطوه وخدوه للعاصمه الامبراطوريه بعد ما ندمر الطائفه الخالده وبيأمرهم يتوجهوا لمكان الطائفه. ولما بيوصلوا بيرموا مو على الارض وهو متكتف بحبال. ولما بيشوف مقر الطائفه الخالده بيقول انا كنت مفكر الطائفه دي طائفه سريه قويه عشان قتلت ابن الماركيز وكنت مفكرها تقدر تساعدنا اهرب منه، لكن ايه كوخ القش ده؟ الماركيز بيأمر الجنود يرموا الرماح بتاعتهم ويدمروا المكان وبنشوف مئات من الرماح متجهه ناحيه الكوخ، لكن قبل ما الرماح تخترق الكوخ بيظهر شوان بيستخدم مهاره وبيمنع كل الرماح. واحد من الجنود بيقول ايه ده؟ برغم من انه شبه الصرصار الا انه عنده تقنيات زي دي. شوان بيغضب وبيقول له انتوا ما كفاكوش تهاجموا الطائفه، لا وكمان اتجرأتم تسموا الشيطان ده بالصرصار. وبيهجم على الجنود وبيحولهم لاشلاء وبيوجه تقنيه عصا الشيطان ناحيه الماركيز وبيقول له انت مفكر نفسك مين عشان تهجم على الطائفه بتاعتنا؟ الماركيز اول ما بيشوفها بيقول مش دي عصا الشيطان شوانسا
شوانسا؟ مش انت الشخص اللي الامبراطور ختمه الشيطان شوانسا؟ مو بيقول لنفسه هو ده بقى الشيطان اللي دمر الامبراطورية من 1000 سنة؟ الماركيز بيقول له انت ازاي قدرت تهرب من الارض المهجورة؟ شوان بيقول له مجرد ارض مهجورة ما تقدرش تختمني. مو بيقول لنفسه هو ممكن يكون وانج من الطائفة الخالدة هو اللي ساعده يهرب من الارض المهجورة. انا ما كنتش متوقع ان كوخ القش ده بيخفي خبير قوي جدا كده. الماركيز بيقول له انا وانج قتل ابني، وطالما انت مش هتعترض طريقي فانا هعمل نفسي ما شفتكش النهارده، ايه رايك؟ شوان بيقول له موافق، لكن ما اعتقدش ان عصا الشيطان بتاعتي موافقه. ماركيز بيقول له في الحاله دي انا هقتل كمان شيطان النهارده. شوان بيقول له انت عايز تقتلني باستخدام فمك؟ الماركيز بيقول له ايوه، بس مش باستخدام فمي فقط بل بفم الكيلين ايضا. الكيلين بيعض عصايه شوانسا وبيشعل النار فيها، وبتبدا معركه دمار بين الاتنين. الماركيز بيستخدم لهب الكيلين عشان يزيد قوته، لكن شوان بيدمر مهاره الماركيز وبيقول للماركيز انت لسه بتضحك بعد ما اتهزمت من عصا الشيطان الخاصه بيا؟ بيقول له انا بضحك لانه على الرغم من انك هربت من الارض المهجوره الا ان قوتك انخفضت من قوه مستوى السياده الى عالم النبلاء فقط. شوان بيقول له على الرغم من اني في قمه عالم النبلاء فده كفايه اني اسحق صاقل في منتصف عالم النبلاء. لكن فجاه الكليم بينفخ نار على جسد الماركيز. شوان بيقول له مش لازم تحرق نفسك لو مش عارف تهزمني. الماركيز بيقول له انا جسدي صحيح في منتصف عالم النبلاء، لكن مع جسد الكيلين اقوى من كده وبيندمج مع نار الكيلين. شوان بيتفاجئ لان قوته بتزيد وبتوصل لبدايه عالم السياده العميقه، وبيهجم على شوان وبيوقعه على الارض. الجنود لما بتشوف اللي حصل بيفرحوا وبيمدحوا الماركيز على قوته، والارض بتتدمر من حواليهم. شوان بيقول انا مش هقدر اواجهه، انا لازم الاقي فرصه اهرب، لكن الماركيز بيهجم عليه بسرعه كبيره وبيرميه في الصخور اللي وراه. شوان بيقول انا الهروب من الارض المهجوره خد مني وقت طويل ودلوقتي هموت هنا. بعد انتهاء تاثير مهاره الماركيز ما بيلاقيش شوان بينادي عليه وبيقول له انا هنا ولسه ما متش. الماركيز بيقول له شكل طائفتك عندها خبير قوي، وبيكون السبب هو ظهور الشيخ يي وانقاذه لشوان. مو بيستغرب وبيقول في خبير قوي كمان ظهر مع الشيطان شوانسا. مين الشخص الغامض اللي ورا الطائفه دي وازاي ما سمعتش عنها طول فتره تدريبي في امبراطوريه يوري؟ يي بيقول لشوان الزعيم راضي عن ادائك، تقدر تستريح دلوقتي. شوان بيقول له ماشي، وبيقول له بالمناسبه الشخص ده ماركيز تشان لينج، وبيقول له انه عايز ياخد حياه الزعيم. يي بيقول له ده كلام فاضي، وبتبدا معركه جباره بينه وبين الماركيز. الشيخ يي بيرفع صخره عملاقه من الارض، وبنشوف مو اللي بيكون لسه مربوط، وشوان لما بيشوفه بيقول ده العدو ربطه ممكن يكون مساعده لينا وبينقذه. وفي نفس الوقت الشيخ يي بيهدف الصخره على الماركيز بينهار وبيقع على الارض، وبعدها يي بيكمل عليه وبيستخدم تقنيه صيف السماوات، وبتكون عباره عن هجوم بيستخدم طاقه الرعد. وبنشوف شعاع عملاق من الرعد بيضرب الماركيز، وبيكون شوان واقف وجنبه مو على كوخ القش، وبيقول في الكام يوم اللي ما شفتكش فيهم يا شيخ يي قوتك زادت كل ده. مو بيقول له انت تقصد ايه؟ شوان بيقول له ان الشيخ يي هو اضعف واحد بين الشيوخ. مو بيتصدم وبيقول لنفسه في 3 هجمات بس اصاب الماركيز بجروح خطيره، وكمان قوته في بدايه عالم السياده وهو يعتبر الاضعف. انا على كده محظوظ ان الماركيز اثرني وجابني هنا. الماركيز بيكون وسط الرعد وبيقول ايها الجنود قوموا بتنفيذ تشكيل الكيلين. الجنود بيقولوا له تمام، وبيبداوا يشاركوا طاقات حياتهم مع الكيلين، وبيخطفوا واحد ورا التاني. نتيجه كده الكيلين بعد امتصاصه للطاقه دي بيوجهها ناحيه الماركيز. شوان بيقول لنفسه ازاي حد ممكن يضحي بجنوده وكمان قوته تزيد بالسرعه دي، وعلشان اتجنب المشاكل لازم اقتله دلوقتي. وبيقرر يستخدم عصا شوانسا. في نفس الوقت الماركيز بيستعمل مهاره قبضه ناريه وبيهجم عليه. يي بيحاول يسد ضربته، لكن الماركيز بيمسك السيف من وسط النار وبيقول له انت عايز تاذيني باستخدام الغمد فقط؟ لكن الشيخ يي بيكون طعن الماركيز بسيفه، وبيكون الماركيز ماسك الغمد مش السيف. الماركيز بيقول له هو بينزف انت وقعت في فخ التشكيل. وفجاه بتظهر قطع تلج وتستخدم ياو يو مهاراتها وبتحميه، وبيظهر بعدها سايمون كمان وبيهجم عليه بسيفه المخفي. لكن الماركيز بيدفع الكتله الثلجيه اللي متجمد فيها وبيتحرر من سيفه، وبيهجم على سايمون بقطع ناريه خالصه، وبيوقف المهاره بتاعته. والنار دي ما بتاذيش سايمون لكن بتحرق الطاقه العميقه الخاصه بيه. وبيهجم على سايمون لكن ياو بتجمد رجليه وبتمنعه. بيتعصب جدا وبيهجم عليها بنفس المهاره اللي اصاب بيها سايمون. سايمون بيقول لياو ما تتعرضيش للمهاره بتاعته لانها بتستهلك الطاقه العميقه. ياو بتحوط نفسها بكتله جليد وبتحمي نفسها. سايمون بيستغل الفرصه وبيهجم عليه وبيصيب ايده. الماركيز بيقول له انت دلوقتي ضعيف لانك استهلكت كل طاقتك. سايمون بيقول له مفيش طريقه تقدر تتفادى بيها السيف ده. الماركيز بيقول له سيف ايه؟ انت مفكر انك لسه عندك طاقه تصنع سيف تاني؟ سايمون بيقول له مش انا، وبينادي على يان بحركه واحده بيمحي نص جسد الماركيز. الماركيز بيقول له امتى ظهر الشخص القوي في قمه عالم السياده في امبراطوريه يوري وانا ازاي ما اعرفش عنه؟ الماركيز بيقول له انت مين؟ بيقول له شيخ الطائفه الخالده. وبنشوف وانج والتلاميذ واقفين على قمه جبل. ليه بيقول انا غبت الفتره دي وظهر شيخ قوي كده. ياو بتكون غضبانه جدا لانه الشخص اللي امر بتدمير العائله بتاعتها. وانج بيقول لها ما تقلقيش انا هخليكي تنتقمي بايدك. شوان بيقول انا لازم استغل الفرصه دي واقتل الكلين ده، لكن الماركيز بيسحبه ناحيته وبيقول له عشان اقدر انتقم لابني هضطر اضحي بيك. وبيقتله وبيتحول لشكل جديد اقوى. وانج بيقول لنفسه هو مفكر نفسه سوبر سايان ولا ايه؟ الماركيز بيقول لي انا جسدي بقى صلب جدا وما
تقدرش تدمر اي جزء منه دلوقتي. يان بيقول له مفيش الكلام ده، وبيرفع سيفه وبيهجم عليه وبيمحي نصه اليمين. وانج وهو واقف بتجيله رسالة من النظام بتقول له مبروك اكتشاف عبقري استثنائي. وانج بيبص على مو وبيقول مفيش غيره هنا، ومستوى صقله عالي كمان، اكيد هو العبقري. وبكده نكون وصلنا لنهاية الموسم الاول في حكاية وانج. لو عجبتك الحكاية ما تنساش تعمل لايك واشتراك، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.